السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعي قناتي وفي حلقة جديدة من حلقات ممثلين زمان ونجومنا الخالدين. هنتكلم عن الممثل الدكتور محمد درديري. محمد درديري هو ممثل مصري بدأ مشواره الفني في بداية السبعينات، واشتغل في السينما والمسرح والتلفزيون، وأدى أدوار ثانوية كثيرة، وكانت غالبا ما تكون شخصية مغلوب على أمره أو الماكر الخبيث. ومن أفلامه للحب قصة أخيرة وغزو الأرانب وتفاحة والحرامي والعبيط. ومن المسلسلات اشترك في محمد رسول الله والفرسان والناس في كفر عسكر، ومعروف أيضا في دور متعاطي المخدرات المقبوض عليه في مسرحية فارس وبني خيبة. أبرز أدواره دور الكاتب المعارض في فيلم زوجة رجل مهم، والذي تم احتجازه والتحقيق معه في الفيلم مع الفنان أحمد زكي، وكمان دور الطبيب في فيلم الأفوكاتو مع عادل إمام. الفنان الدكتور محمد درديري أعماله تجاوزت 160 عمل، منهم مسرحية فارس وبني خيبان سنة 1987. أما في عام 1988 شارك في فيلم صاحب العمارة، وشارك أيضا في فيلم حكايات الغريب كان بيعمل دور شوقي، وشارك في فيلم زيارة السيد الرئيس سنة 1994، ومسلسل الفرسان كانت عام 1995، وأيضا كان مسلسل في بيتنا رجل. أما في عام 1998 فشارك في فيلم البطل عم حليم مبيض النحاس. وفي 1998 أيضا شارك في فيلم مبروك وبلبل، وفيلم هستيريا، السيرة العاشورية، ومسلسل اللص والكلاب. أما في عام 2001 شارك في مسلسل حديث الصباح والمساء، ومسلسل حمزة وبناته الخمسة، والناس في كفر عسكر كانت 2003، ومسلسل ريا وسكينة في 2005، ثم فيلم حين ميسرة في 2007، وشارك في عام 2010 في مسلسل موعد مع الوحوش، وفي 2012 شارك في مسلسل البحر والعطشانة ومسلسل الخواجة عبد القادر، وكان بيعمل دور أبو صلاح في فيلم الحرامي والعبيط سنة 2013. وشارك أيضا في فيلم المهرجان في 2014 ومسلسل كيكة على العالي. الفنان الدكتور الراحل محمد درديري رحمة الله عليه لم يستدل على تاريخ ميلاده، ولكن كان تاريخ وفاته كان 24 فبراير عام 2015. كنا نتحدث عن الفنان الدكتور محمد درديري رحمة الله عليه وممثلين زمان ونجومنا الخالدين. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.